احنا مش عايزين نقول حاجه زياده عن اللي برضه حاجه زياده عشان دخلت ولا مش عارفه ايه الكلام، يعني ايه انا ما صدقتهوش. استدراج المهم محمد لما انا وريت الصوره لماما، فهو محمد عرفها فقال لا ما تردوش وكده. فقامت متصله بيه قالت له مش عايزني اذي اختك تعالى لنا البيت. وقام رايح لهم البيت. ده اليوم اللي هو راح في البيت ومضى وصولات الامان اللي باباها طالع يقول ده كان في قاعده عرفيه. لا بلطجيه وبلطجيه واتقلع له التيشيرت بتاعه واتمضى على وصولات الامان. ومضى على وصولات الامان. دي حاجه اللي حصلت قبل الحادثه. بعد اذنك يا استاذ هم ما نكروش اللي محمد قال عليه، والناس اتعاطفت معاه على الاساس ده. موضوع البلطجيه، هم في ناس يعملوا العمايل دمت ويبقوا ناس يعني هم يعني هم شوفوا يعني عيل زي ده طالب ومالوش في حاجه. شوف عملوا فيه ايه، عملوا فيه حاجات ما حدش ينفع. بص يا استاذ احمد، بحجه ايه؟ ان هو كان بيروح ويقعد يبتزها وان هو بيبعت لها مش عارفه الاكونتات ازاي. النيابه نفسها او مباحث الانترنت اثبتت ان هو الاكونتات مش من محمد. الناس اصلا على الجروبات نزلوا ان في فرق ما بين طريقه الكلام طلع قبلها بساعه عربيتين اسعاف، عربيه بتصلي في جامع وعربيه داخله المقبره. دي بقى واحد هتظهر ازاي والنقد ابو تيشيرت اصفر. انا دلوقتي النقد اترفض. ده بقى كله مين اللي هيبين ازاي؟ هل في قانون مين اللي شال الجثه من مكانها وكمل عليها؟ لان السكينه اللي كانت مع محمد ما تعملش جروح ده زي ديت. وطريقه اهلها اللي هم بالطريقه ديت ما يبقاش لها اعداء تانيين، ما يبقاش لها حد استغل علاقه محمد بيها ان هو عارف ان هو كان مش كانت بتقعد تقول له في ضابط هيعمل فيك كذا وفي كذا ويبقى في اعاده محاكمه، لان مفيش محاكمه في يوم وليله والنقد بتاعها يترفض. على اساس ايه بقى؟ رفضوا النقد على اساس وفيه محامين عتاوله. استاذ فريد الديب اصلها حاجه برضو. الناس دي وراها مين؟ انا هقول اخر كلام ليا. الناس دي وراها مين؟ انا كنت مربيه يتامى وابوه ميت ومالوش حد، له ربنا اللي احسن من الكل، له ربنا. الناس دي وراها مين بقى؟ وراها مين عشان الموضوع ينزلوا صور للناس ده مع كل المحامي مع كل الناس اللي اتكلموا يعني ايه الرساله اللي انت كأم يعني الاستغاثه او تقوليها دي؟ بستغيث اقول له ارحموا ابني، ما سابوش حد في حاله. مش قالوا بنت زي ما لما كنت بقول ابني في اللي هو فيه ما كنتش بقدر ارد على اهاناتهم ولا ارفع عليهم حاجه. وكنت المحامي بتاعهم ما كانش سايبنا وكان بيقول عليا الداعشيه ام الداعشيه. ليه؟ ما كانش في جرايم قبل ولا بعد بتحصل عشان مش مسنود بحد، عشان مش مسنود بحد، عشان غلبان. طب غلبان. الحاجات اللي حصلت له دي اثرت على نفسيته. في واحد كان مخطط لجريمه ينضرب الضرب ده كله ويبقى حد عايز يموته. طب مين اللي كان عايز يموته؟ ومين اللي نشر بطاقته؟ وموبايله فين؟ حاجته فين؟ اللي بقوا يدعوا علينا ويقولوا ده موبايله مع اخواته. ابني رايح ليله الامتحان مستحمي ومذاكر ومش واحد هيعمل حاجه زي دي. هو في واحد رايح يقتل وناوي على القتل هيبقى بيذاكر طول الليل وجايب لبس جديد للامتحانات كعادته كل سنه. اشمعنى حضرتك ان وقت ما هيجي يقتل ده بظروفه؟ لو هو مخطط ده بظروفه قدام الكليه بالظبط ازاي؟ ده ابسط حاجه، هو من المحله وهي من المحل، هيستناها اخر يوم في الامتحان وهيعمل ده؟ هيستنى ابسط حاجه يعمل كده. هو من المحله وهي من المحل، مش هيستنى واحد هيركب. ده لما بروح لابني بقعد اكلم نفسي طول الوقت في الطريق واقول انا هقول لابني وهكلمه وهقول له زرتيه خلال الفتره اللي فاتت؟ رحتي له سجن جمصه؟ حالته النفسيه سيئه جدا يا حالته النفسيه هقول لك هقول لك هم في الذاكره من الضرب اللي تعرض له. كان لازم يتعرض للطب النفسي والكشف الطبي وده ما حصلش. انا رحت له والمحاكمه كانت سريعه جدا. اقل حاجه كان المفروض يكون الماضي يتقبل، ده اقل حقوقه. انا رحت له بعد شهر ونص، اثر الضرب لسه عليه، كان تحت عينه ازرق جدا. وحضرتك هعيد الكلام اللي الظابط قال لي يوميها عشان يعني ايه ما يعني عايزه يقعد ان هو شايفه تعبان بعد شهر ونص. امال قبل كده كانت حالته ايه؟
كانت حالته ايه؟ وما انضرب، مين اللي ضرب؟ في واحد عمل جريمه ما حد يجي يمسكه هيضربوه الضرب ده كله يؤدي للموت، يؤديه للموت. طب فين بطاقته؟ مين اللي نشر بطاقته؟ وموبايله فين؟ ومين اللي موبايل محمد حتى مين الان اللي لم يتم صور؟ العثور مين اللي عليه. صور الموضوع من اوله؟ ومين اللي عمل الحاجات اللي احنا قلنا لحضرتك دي كلها عليه؟ مين الحاجات دي؟ مين اللي وراها؟ طب ده واحد كانوا ناويين يموتوه، مين بقى اللي عمل انت الحاجات دي؟ كأم شايفه ان الموضوع كان مدبر؟ مدبر جدا. ما هو باين، مرات عمه قالت يا فندم ما هو ان هم باين. كانوا موجودين من الساعه 9 ما هو باين. كانوا ما هو موجودين باين. يا فندم في قلب الجريمه، وقت الجريمه كانوا موجودين في المنصوره. يعني وبعدين في حاجه تانية يا فندم، ليه اخواته وقالوا الحكومه ما استعدتهمش يشوفوا ايه اللي كان حاصل قبل كده؟ محمد كان بيتهدد، اتعمل فيه حاجات كتير، ليه اخواته ما اتسالوش في حاجات؟ واهلها المرة أهلها- الوحيدة اللي هي اهلها ما جت فيها نكروش من ده، القاهرة. اهلها ما نكروش يعني ده، محمد ما يعرفش اهلها ما عدا هي اللي عارفة مع محمد. اهلها ما نكروش دم اللي عملوا كده. البلطجه والحاجات دي مالهاش. يعني احنا نحكم، خليه هو عمل ده، نحكم عليه في يوم وليله، واللي هم عملوا فيه العمايل دي يسيبوهم كده فعلا يا فندم هم معترفين يعني بكل حاجه. هو الجاني اللي بيمسك سكينه وبيموت مثلا، لو هو احنا مش متاكدين اللي هو، كله يقول احنا شفنا البطاقه والاسم بس، اما محمد ما نعرفش ان هو محمد، ولا جسم احنا ما محمد نعرفش، ولا مشي ما نعرفش مين اللي صور الموضوع من اوله، كان جاهز ان ومين يصور. اللي نشر بطاقته عشان الكل يعرف ومين اللي خد موبايله؟ ومين اللي كان جاء محضر نفسه هناك ياخد موبايله ويسرقه ويخفيه؟ حضرتك الفيديو نازل 12 الا ربع بيقول تفاصيل الحادثه بالظبط. طالب قتل زميلته علشان رفضته، اتقدم لها ورفضت. طب كانوا ليه؟ بيعرفوا ليه في خلال 5 دقايق كان عرف عارف الحاجات دي، المعلومات؟ عرف صحابها المعلومات. صحابها في وسط اللي هم فيه اتصدموا ان زميلتهم بتموت قدام الجامعه، قعدوا يحكوا للناس وبيحكوا للي بيصور، واللي شالها لو اللي هي بيحكوا للي بيصور ان هو قتلها علشان رفضته. تاني حاجة سواق الباص بيقول ده نيرة كانت على طول بتركب الباص، زمايلها في اللجنة قالوا نيرة على طول بتيجي من القاهرة وده اليوم الوحيد اللي جت فيه من المحل. محمد هو اللي بيروح الباص على طول، يعني نيرة اللي عارفة ميعاد محمد مش محمد اللي عارف ميعادها. ويا ريت بقى الناس تفهم بقى زي ما هي تفهم. انا بقول اخر كلام اخر بقوله، رساله تقولي اخر كلام بقوله واخر رساله بقولها، الناس دي وراها مين عشان الموضوع يعمل كده؟ ليه؟ لان سيبك من حقائق اللي ظهر،